ايه ده؟ احنا هنتشقلب. ده النهارده يوم مميز وكمان توبيك مميز مع ملهم مميزه، يعني مش عايزه اقول لك. انا حبيبي قلبي. النهارده خلاص مش عايزه حاجه تاني من الحياه. حبيبتي. كده دن. صح، كده دن كده دن كده دن كده دن، يس كده دن. صباح الخيرات والالمظات والسكر النبات. يا انا ستي. مش عارفه اوصف جمال اليوم معاكي النهارده ازاي. حبيبتي. يعني انا بستنى المحاضرات بتاعت نهى علشان اجي اخد الحضن، فما بالك بقى انت النهارده معايا لوحدي. ياه. ياه. ويوم مميز 10/10، ويوم العالمي للصحة النفسية، وكمان هنتكلم عن الأم بكل تفاصيلها وضغوطاتها وتقصيراتها وجلدها الذات وتأنيبها الضمير. بصي أنا النهاردة جايلك وأنا محملة بجميع المشاعر غير مريحة. بصي أنا باجي نفسي، بأنب روحي. عملت زي ما عملتش. طول الوقت بجري في ساقية. الحقوا البيت والعيال والتمارين والكورسات والفطار والغدا والعشاء، ومين ذاكر ومين ما ذاكرش، وكمان في لقطة في طفل صغير هنا لطيف ظريف فاضل لنا فسوة فسوة كده ونهاجي كلنا منه. فبصي انا جايلك بالام المضغوطة الطبيعية هي. بس كان خلاص. انا عايزه افهم ايه بقى فكرة ان انا مش ملاحقة، ازاي ان انا مش مقصرة بس مش ملاحقة، ازاي افعلها اصلا. طيب خلينا نبدأ كده، بسم الله، طيب شكرا ايه يا انت؟ روح اعظم ملهمه بالنسبه لنا، استنوا يا جماعه والله العظيم انتوا مش متخيلين انا معايا العظمه دي مين. شيماء علي الصاوي، ملهمه 2023 يا جماعه. انتوا لو دخلتوا بس كتبتوا ملهمون هتشوفوا بقى الوينرز بتاعتنا النهارده. قمه الابداع. طبعا مالتي بوتنشال منتور، يعني اي حد له علاقه كده بالمالتي تاسكينج زي حالاتنا جري يخش على شماعة يظبط له اداؤه. ده انا واثقه فيه. والعظمه بقى فاميلي منتور. ياه ده يا بصي انا هاجي حلي لي مشاكلي. خلاص بصي حلي لي مشاكلي ملاش حل تاني. تعالي. اللي بالنسبه لي ابهار ان انتي رايتر. دي كده يس. بقى كمان بالنسبه لي عارفه اللي هو. طب يعني اودي المواهب دي كلها فين؟ انا اروح اوديها من فين؟ مش الجمال ده رايحة في كله حتة. فين؟ اروح والله من يا الجمال روح. ده كله فين؟ انا مش عارفة اقول حاجة بعد كلامك الحلو ده كله، تقدمتك الجميلة، انت دايما كلامك كده بيبقى بيغمر الواحد جدا، وترحابيتك وطلاقة فعلا في روح مميزة جدا في كلامك. يعني كل واحد له اسم من نصيبه، نصيب من اسمه مش اسم من نصيبه، والاتنين ينفعوا عادي. روح القلوب. عادي، مفهوم احنا عايزين نقول ايه. اكيد. خلينا نبدأ كده التوبيك اللي جايين نتكلم عنه النهاردة. بوست قابلني الصبح بيقول ايه؟ آم، على فكرة هو طلع ان جلد الذات اسهل بكتير من تطوير الذات، دي حقيقة. اللي هو ايوه يا جماعة، تطوير الذات وان ده انا ابقى بجد. شخص احسن وابقى جلد الذات اسهل، ما انا اجلد ذاتي كل يوم واخلص بقى. الكونسبت ده اصلا فكرته انه حد، هو الاسهل اني ما بذلش مجهود، خليني على ما انا عليه وانا مش مدرك هو بيعمل فيا ايه وفي اللي حواليا بالتبعية ايه. ف خلينا نجيبها. ابدا لك الموضوع لاني بحب دايما ابدا بحواديت. يلا بقصه قولي الاول يا حصلت شيماء. معايا انا شخصيا من سنه كده. مم. عشان دايما بحس انه لما حد بيطلع يتكلم على موضوع معين، الناس بتبقى متوقعه ان هو جاي من كوكب تاني بيحصل فيه حاجه تانية غير اللي بتحصل معانا. بس هو الحقيقة أحسن حد يتكلم في أي موضوع حد مر بخبرات وتجارب وألم في نفس ذات الموضوع. يعني وقع واتعور فيه، مش مجرد إن هو بس قرأ عنه واتعلمه وخده في كورس، ده مش هو الإفكتيف. ف وهتلاقي إن أي حد بياخد كورس في أي مجال، هو لو ما كانش لامس حتة في حياته فهو مش هيستفيد منه قوي على فكرة. فخلينا نبدأ بحدوتة صغيرة حصلت لي من سنة وشوية كده. اني كنت وصلت من الضغط. خليني الاول كده اقدم انا إيه الوضع. انا يعني في الوضع الحالي اسرتي تنقسم لاب مسافر معظم الوقت وبيجي احيانا، والام قاعده مع 4 بنات. انا عندي 4 بنات متفاوتين في الاعمار من 16 سنه ل6 سنين، عندنا كده حاجات في النص. شوفي بقى الأم دي اللي هي بتشتغل أكتر من شغلانة، شغالة على نفسها، بتاخد كورسات، بقالها فترة بتدور على تطوير ذاتها. يعني هي مش مثلا في الضياع في كوكب تاني، ده احنا بناخد كورسات وبنقرا كتب وبندخل مسابقات وبنعمل مش عارف ايه يعني. في جانب مي في الموضوع، مش مثلا متداس ولا متساب فتقولي ايه اللي وصلها اللي انا هقولك اني وصلت له ده. بس عندها 4 بنات وعندها شغلها وعندها نفسها ومشاكلها الصحية وحياتها وأهدافها وطموحاتها وكل ده.
والولاد دول كل واحدة باحتياجات، بنفسية مختلفة، بطريقة تعامل مختلفة. ده مورستان، يعني ده في حد ذاته ان حد يعرف يهندل ده. انا بحس ان هو انتوا محتاجين، عارفة الراجل اللي في السيرك اللي بيقعد يقلب الكور في الهوا؟ اهو الجوجر ده احنا عايزين، عايزه ابقى اللي هو ايه، بنتي وبنتي والشغل والبيت والاكل وصحتي ايوه هعمل انت ده كله، وازاي من غير ما يطقلي يعني برج يطير برج من نافوخي. وبالتالي انت بتقعدي تحاولي تهندلي نفسك، وان كله تمام، وان انا قادره اعمل ده كله، واللي قادره على التحدي بقى، وحاجات جميله كده، وفي كل الاتجاهات، وبتصبري نفسك بالفطار اللذيذ اللي بتعمليه، او بتروحي تقابلي صاحبتك، او بتسمعي مزيكا حلوه، وات ايفر كل واحد بيهندل نفسه ازاي. لغايه ما تيجي لحظه انت مش مدركه او مش حاسه انها، يعني ما بتبقيش شايفاها جايه. انت نفسك بتستغربي نفسك لحظه الانهيار اللي بتحصل لنا كتير، لحظه الكولابس. بقى خلاص انت حاسه انه انا مش عايزه اعمل اي حاجه من اللي بعملها. بتيجي لحظات ممكن تبقى داخله في حاجه ليها علاقه بهرموناتك، بنفسيتك، بوات ايفر، احنا الستات حواراتنا كتير. فحصل معايا ده ان انا مره واحده بعد ضغوط كتير، مشاكل طالعه منها، قرارات باخدها في حياتي، الحاجات كلها اتجمعت مع بعض، فبقيت واصله لمرحله انا مش مدركاها. اتبلورت وطلعت في صوره ايه؟ في صوره موقف تافه عبيط بين اتنين من بناتي بيتخانقوا مع بعض. فقمت دخلت المطبخ، وقفت اغسل المواعين، اللي هو ما يعني ما كانش في دماغي اغسل المواعين خالص على فكره. انا قمت اغسل المواعين واطلع عنفي فيها، والبنات مش قدامي اصلا، وواقفه في المطبخ قدام الحوض بغسل وبتكلم. انا مش بكلم حد معين، انا بتكلم، بس مش بتكلم بصوت عادي، عماله اتكلم واختم كلامي بزعيق. ليه؟ كل ده حرام كده كتير. زي ما اكون انا بجيب اعلى ليميت في صوتي استخدامه يستخدم ازاي. في اللحظه دي انا ما كنتش بفكر مين سامعني، ولادي هيتاثروا ازاي، اللقطه دي هتحفر فيهم ايه. كل ده ما كانش يعني ما كنتش واعيه ليه. انا نفسي ده هيأثر عليا ازاي، ايه اللي انا بعمله ده، انا ليه بعمل كده؟ يعني ايه اللي يوصلني لمرحله ان انا اقعد اصرخ اصرخ؟ لغايه ما بعد ما صرخت وعيطت، وهم نفسهم بقوا مخضوضين، عياط عياط وصريخ وانهيار بقى شوية، وقعدت وحاولت بقى ان انا افصل خالص، وقمت لابسة ونازلة اتمشى في الشارع بلا هدف، وطلعت بدأ صوتي يقطع. من تاني يوم الصوت اختفى، الصوت ما بقاش موجود. يعني بتكلم زي ما بكلمك كده، اعتبري ان انا يعني هو ده اللي كان حاصل، هو ده الوضع. اني بتكلم بس ما فيش صوت، ومفيش، ومش فاهمه ايه اللي حصل. يعني قعدت بقى اخد، انا دخل معاه برد، فتخيلت ان البرد والتعب، طب اخد مسكن، طب اخد مش عارف بالاستحلاب بستريبسلز شويه، لغايه ما الموضوع بقى مؤلم، انا حاسه ان زوري فيه حاجه غلط. وبدات رحله بحث عن ايه اللي حصل، هو ايه اللي حصل. ودكتور يقول لي ده انت لازم تعملي اللوز، انت ما عملتيهاش وانت صغيره، فهنشيل اللوز بس هتبقى صعبه وانت كبيره. فانا مش مرتاحه، فاروح لدكتور تاني فيطلب مني اختبار معين. المهم خلاصه الامر، التشخيص اللي اتقال لي كده ايه؟ انت اذيتي احبالك الصوتيه وجرحتيها. واحبالك الصوتيه دي عضله زي اي عضله في جسمك، لما بتسترسي عليها جامد بيحصل لها تاذي، وهي اتاذت جامد قوي، ووصل ان بقى فيه نقطات على الاحبال الصوتيه في الحنجره. فانتي هل انتي بتتكلمي كتير بتزعقي؟ اه انا زعقت، اصلا انا زعقت جامد، انتي جرحتي احبالك الصوتيه، يعني دلوقتي زي اللي متعوره. فطب ايه الوضع؟ هناخد ادويه معينه بس ممنوع تزعقي. يعني ايه ممنوع ازعق؟ يعني لما احس ان انا عايزه ازعق اعمل ايه؟ ايه ممنوع ازعق؟ ممنوع ازعق؟ ده انا في حاجات كتير قوي بتخليني ازعق. ازعق لاولادي، ازعق من حاجه مضايقاني في الشغل، ازعق في ميتنج، صوتي يعلى يعني بشكل عام. يعني ايه مزعق؟ ممنوع عليه. يعني في حد بيمنعوه من اكل معين، حد يمنعوه من الضغوط، انا ممنوع ازعق. قللي كلامك وممنوع تزعقي. ليه؟ عشان لو احنا عملنا ضغط اكتر من كده واذيناه اكتر من كده، ممكن نحتاج نعمل عمليه خطيره والله اعلم بنتيجتها، وممكن تفقدي صوتك. يا نهار اسوح، انا افقد صوتي؟ ده انا راس مالي في الحياه الكلام. انا واحده بتتكلم طول الوقت، تتكلم مع كل حاجة في شغلها، في صفحتها مع أولادها مع كل الناس. أنا أساسا اسم صفحتي The Power of Words، مش هعرف أقول words، قوة الكلمات. اللي هو أنتوا بتتكلموا في إيه؟ فكانت مسج قوية قوي زلزلتني ساعتها. هو حتى الدكتور ساعتها قال لي طيب أنت، إني حكيت له الموقف،
لما زعقتي ارتحتي؟ يعني لما زعقتي في حاجة اتغيرت؟ هل الزعيق هو الحل للموقف؟ لا. طب انا ايه اللي وصلني لده؟ احساسي او معتقد راسخ عندي ان انا مضغوطة قوي وشايلة حاجات كتير وتعبانة، وانا بعمل في نفسي كده ليه؟ وانا مش لاحقة اخلص اي حاجة منهم، وحاسة اني مقصرة في كل الاتجاهات. انا لا بدي لاولادي الكواليتي تايم المناسب طول الوقت، ساعات ابقى معاهم وساعات ابقى بعيدة قوي عنهم، ولا بسلم شغلي مظبوط في ميعاده احسن حاجة ولا حاجة، ولا بعمل احسن اكل، ساعات اقع منهم وناكل يلا اي حاجة، ولا في حاجة حاسة ان انا بعملها عادل. توصلي لمرحلة تحسي انك انت مع الاستنزاف ده، انت ايه لازمتك في الحياة يا ستي؟ بتعملي ايه؟ انت يعني. فلما يحصل موقف زي اللي انا حكيتهولك ده، تقفي وتقولي وايه اللي انا عاملاه في نفسي ده؟ هو انا بجد مقصرة لدرجة ان احس بالضغط ده كله فوق دماغي؟ هو انا ترجعي بقى لحتة ايه؟ انا ايه نيتي في اللي انا بعمله؟ هو كل تصرف من اللي انا بعمله زي ما بنقول كده في الكورسز وفي السيشنز وفي الحاجات، ايه البيج واي اللي ورا كل حاجه من اللي انا بعملها؟ ايه الدافع اصلا اللي عندي من شغلي مثلا؟ طب ما لو بيضغط عليا شغلي، ادور على اني استبدله بشغل ما بيدينيش الضغط اللي في الحته دي. وقد كنت مدرسه وسبت التدريس واتنقلت للاداره، وبعد كده اتنقلت لتصميم تعليمي، الشغل الثابت بتاعي يعني. طب خلاص، يبقى انا هوقف الحاجه اللي بتستنزف صوتي وطاقتي واحساس من ان انا بنتع طول النهار. طب ايه بيج واي ورا ان عندي ولاد؟ دول رزق، دول نعمة، دول هبة من ربنا. انا دوري ايه في حياتهم؟ ده انا كل دوري ان انا اكون سبورت ودعم وسند وجايد. مش دوري ان انا لازم اكون بعمل كل الحاجات بيرفكت 100%. بشوية بيرفكشنزم حلوين بيدخلوا في الموضوع. مش لازم تبقي طول الوقت، طول الوقت يعني كل حاجة مظبوطة في شكلهم وفي لبسهم وفي أكلهم وفي مدرستهم وفي متابعتهم. ليه؟ ده ما اسموش تقصير، ده اسمه ان انت ربنا حطك في دور متعدد التاسكات. انت اصلا شخص كأم بطبيعة الامور، انت ام ومدرسة وممرضة ومستشارة واخصائية اجتماعية، وكمان على الجانب الانساني وزوجة طبعا، و... وكمان على الجانب الاخر، وكل حد مننا عنده شوية تفاصيل من دول، مش كلنا زي بعض. كمان شخص مسؤول عنده وظيفة بيوفي بيها، وهكذا، بيطور نفسه، بيدخل كورسز، بيعمل. هو انا بجري على ايه؟ وحاسه ان انا مقصره لان انا الكورس بتاعي على المنتور اتاخر، الكتاب بتاعي ما خلصش. فوقفت مع نفسي بعد الموضوع ده وقلت، هو انا لو ما عملتش الكورس خالص وما كتبتش الكتاب خالص، ايه اللي هيتاثر في الكوكب؟ يعني يعني اهدي على نفسك، وقت ما وقتهم يجوا هيتعملوا في الوقت المناسب، لما تبقي جاهزه من حيث ترتيبات ربنا مش بدماغك. وبدات اوصل لقناعه ان مفيش حد متاخر على فكره. لا، في اللقطة دي على فكرة احنا كلنا بنبقى عارفين نفس الكلام، بس في فرق كبير قوي يا شيماء. هل احنا عاملين الكلام ده تفعيل اكتف اون ولا لا؟ كلنا بنردد نفس الوردز، كلنا بنردد نفس الكلمات اهو، عمياني من غير ما نفعلها. فانا مستوعبه اللي الشماء بتقوله. يعني حتى في سؤال جاي لنا، دي هل في خطوات واضحه للحل؟ ان دي حاله عامه تقريبا عند كل الامهات. ايوه، هي حاله عامه عند كل الامهات، وخطوات الحل هي كده كده شيماء هتقولها، بس هو فعلا احنا مش عارفين نفعلها يا شيماء. افعلها ازاي؟ ما هو فكره ان انا عارفه حلو ان قوي كل حاجه السؤال بتيجي ده. في تدبير ربنا، عارفه ان انا اوريدي مش هتاخر عن حاجه وكل حاجه هتيجي في الميعاد اللي ربنا رايده. بس بقى تيجي في النص بقى تلاقي كلمه ولكن. بس انا حلو. اوريدي هبقى مبسوطه لو الكتاب خلص، هبقى سعيده لو قدرت انجح، هشوف نفسي في الحته الفلانيه، ولادي هيبقوا مبسوطين، مش هيتقال لي ان انتي مقصره يا ماما، مش هلاقي زن من بنتي بيضغطني، ابني مثلا مش هيمشي مع صاحبه اللي انا ما بحبوش واللي طول الوقت باجي اقول له ابعد عنه، مش هيجي لي شكوى من المدرسه الحقي ابنك ضرب او بنتك قاعده بتزن وتعالي خديهم. ما هي دي الفكره، هتلاقي كلمه ولكن موجوده. حلو قوي السؤال ده، عجبني جدا، عشان هو ده اللي احنا جايين عشانه النهارده. يمكن كل اللي احنا عدينا بيه واللي انا حكيته واتكلمت فيه هو توصيف للي احنا عايشينه، لا يحمل حلول. اه طب وبعدين؟ طب ما احنا كلنا في ده، يعني جاية تقولي ايه؟ عايزة تقولي ايه؟ وازاي لو انت شايفة ان ده هو اللي ساحلنا وعملنا؟ وهل انت كده يا شيماء وانت بتتكلمي وصلتي للوصفة السحرية والمعادلة الذهبية اللي بتخليكي كول طول الوقت؟ لا طبعا. بس اكيد اتنقلت من ستيت لستيت احسن. ازاي؟ طيب ايه الحاجات اللي اتعملت؟ رقم واحد، انتي رقم واحد. يعني ايه؟ يعني ادراكي ان انا رمانة الميزان، وان لو انا مش تمام محدش تاني هيكون تمام.
فانا ادور على ايه اللي بيخليني انا كماما كست كإنسانة تمام. كل واحد فينا هيختلف من شخص للتاني. ايه الحاجة اللي ممكن اعملها تظبط لي رتمي انا، اكون رحيمة بنفسي ازاي؟ وكل واحد وله طريقته. فانا في قائمة اولوياتي انا الاولوية الاولى. انا الاولوية الاولى لو انا ما ظبطتش رتمي انا الشخصي مفيش حاجة هتظبط. يعني ايه؟ يعني لما يجي انا النهارده طبعا، وده كله نابع من الكي وورد اللي احنا عايزين نحطها كعنوان تحتها كل اللي هنقوله، من الحضور، من المايندفولنس، من ان انا ابقى دايما واعيه انا فين، مش مسحوله في اللي حصل ولا خايفه من اللي جاي لدرجه مخلياني مش عارفه اعيش اللي انا فيه. المايندفولنس، الحضور، اللي بيتعمل ازاي؟ اللي بيتعمل بان انا عن عمد ابقى عارفه ومرتبه بشكل عام دنيتي ماشيه ازاي. يعني انا عديت في قصه الترتيب والبلاننج والاجندات والتودو ليست، والقصه دي انا عشت فيها حوارات كتير قوي ماشي. يعني لعبت كل الالعاب وجبت الاجندات اللي مليانه تفاصيل، الاجندات المينيماليست وبقيت اعمل لنفسي انا اجنداتي وورقي واعمل على كانفا واطبع وكل حاجه. اكتشفت في الاخر ان الموضوع بيتحول من ايه؟ من اني بحاول الاقي تول تساعدني ان انا بشتغل عند التول. يعني انا عامله تودو ليست هي اللي بتحكم عليا، هي اللي ابص لها اخر اليوم كده واقول ايه ده انا ما عملتش ده وده 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 وده. عمرك بقى انت جيتي جنب التو دو ليست دي تعملي الوات اي ديد ليست؟ انا عملت ايه النهارده؟ اوه، اوه عظمة. اقفش. what did I، يا لهوي ايه العظمة دي. اكتشفت بعد فتره اني بدات اعمل التو دو ليست وفي اخر اليوم اكتب ايه اللي انا فعلا عملته. بلاقي نفسي عملت 20 حاجه غير العشر حاجات اللي انا كنت كاتباهم. فتبداي تاخدي رؤيه انه لا، يمكن انت التو دو ليست بتاعتك هي اللي مش متوافقه مع اللي انت فعلا بتعمليه في حياتك. فبدلت التو دو ليست. كانت هالة عماد اللي كانت الجميلة الكاتبة والدكتورة بحبها. والقمر اللي كانت معاكي اليومين دي، عزيزة على قلبي جدا يا جماعة. هي على فكرة هالة منطلق من عندها من كام سنة عملنا حاجة اسمها تحدي السعادة ودخلته معاها، وده اللي فتح لي أبواب حاجات كتير دخلتها بعد كده. وهي المنتور بتاعتي في موضوع الكتاب، ربنا ينفخ في صورتي وارفع راسها لفوق كده. فإن شاء الله يعني. انا معاكي وفي ظهرك، انت عارفاني. فهالة كانت في سيشنز اللي بنعملها بتاعت الرايتنج، رايت اب كلاب بتاعها، كنا بنعمل حاجة الصبح اسمها تو دو ليست، مش ليست. يعني بنكتب بس 3 حاجات هم اللي لازم اليوم ما يعديش الا لما اعملهم. اي حاجة تانية يا ست كل شكليات. يعني في ميعاد دكتور مهم، وفي ان انا هجيب الولاد من المدرسة، وفي الغدا، اكتبهم دول لو اتعملوا يبقى انا عملت اللي عليا. اي حاجة برافو. تانية مش مهم. واجي اخر اليوم بقى حلو قوي بالنسبة لي ان انا اقعد اشوف الله ايه الجمال ده، تراك يور داي بقى من اوله. ده انت عملتي ورحتي وجيتي واتكلمتي المكالمه وبعتي الايميل وحليتي مشكله بنتك ونزلتي شفتي ايه العربيه فيها طلع فيها مشكله فروحتي حلتيها، وبعدين جيتي في واحده صاحبتك كلمتك كان عندها مشكله فساعدتيها، وبعدين كان عندك تاسك شغل خلصتيه إيه. كل ده كان في الاستاتيك اللي كتبتيها لاول الاسبوع ولا اول اليوم ولا كده، لا، بس هتلاقي نفسك بتعمليه. فانت عندك accomplishments. فبنحوش انجازات مش خيبات امل. انا بحوش انجازاتي، اقعد زي ما بعمل لستة كده باللي ورايا اعمل لستة باللي قدامي اللي اتعمل اوريدي. أنا عملت حاجات يا جماعة غير ده خالص. طب وده؟ طب واللي انا كاتباه ده معناه انه مش مهم؟ ما هو ما بيتعملش. ما انا عماله اجل الحاجه النهارده بكره، النهارده بكره، بكره بعده، بكره بعده. انا اللي رؤيتي للموضوع مش متنظمه. هنا يجي يمكن تول تكون عدت على ناس من اللي بيتابعونا كتير، التول بتاعت الماتريكس اللي بحدد فيها اولوياتي. يعني وانا برص رصة الحاجات اللي ورايا في اليوم او في الاسبوع اقسمها ايه العاجل والمهم اللي لازم يتعمل، وهي دي التو دو ليست بتاعتي. هو ده المربع الوحيد اللي انا لازم ابلان كويس كل حاجة منهم امتى وفين وازاي. وفي حاجة مهمة جدا بس مش مستعجلين عليها، فعادي لو قعدت تتمطوح لغاية ما تبقى تتعمل ان شاء الله، المهم ان هي في دماغي. وفي حاجة مستعجلة بس مش مهم ان انا اللي اعملها، ممكن اطلب من حد صوت. يساعدني، افوضها لحد، صح. اقول لبنتي هي اللي تعملها، صاحبتي اسالها لو ينفع، بابا ماما جوزي اي حد ممكن يقوم بالحاجة دي لانها مهمة. بس مش ضروري انا اللي اعملها، ممكن حد تاني يعملها. وهتلاقي ان الليستة تتضمن حاجات لا هي عاجلة ولا مهمة وانت اللي حطيتيها كتاسك، هي مش تاسك،
هي حاجة جت في دماغك، هي حاجة نفسك تعمليها، تروحي تزوري المكان الفلاني، تشوفي الفرع الجديد، مش تاسك يا حبيبتي. اصل ده لو ما حصلش خالص مش هيجرى لنا حاجة اساسا. تمام. فبالطريقة دي شوية، مش هقولك انه 100%، الدنيا اتوزنت. والتخطيط ده نفسه الزام نفسي بيه بيبقى ضغط عليا. بعد شوية بتلاقي ان انا ده ايه ده انا بقالي اسبوع ما كتبتش حاجة من اللي ورايا ولا اللي عملتها. عادي، ما انتي بعد فترة كانت تقول لنا شيماء عاطف الجميلة، يعني هي اللي واخدة معاها كورس البلاننج، هبقى اقول لك على جمالها يعني. بتكلمك في فكرة انه عادي نقع شوية وفترة نبقى مضغوطين، ويبقى زي ما بيقولوا عليها فرض الوقت، حاجة ضغطاكي، حد عندك تعبان، مناسبة في العيلة، فتبقي مش ماشية على النورمال بتاعك انك بتخططي وبتظبطي وبتحضري وكده. بس انتي اللي بتعمليه ده من وقت لوقت هو برمج عقلك على انه يعرف يبروسس الكلام ده من غير ما يبقى يعني لازم مكتوب ولا حاجة. فاهماني؟ صح. فانا مهم. ازاي استحضر وجودي اي موقف احس فيه ان انا مضغوطه بحتاج وقفه؟ لازم في اللحظه دي، ده بقى حاجه انا بعملها بمنتهى القصد والعمد. اول ما احس ان انا داخله على لقطه ان انا ستريسد وباخد نفسي بالعافيه وحاسه ان انا مش ملاحقه وحاسه ان ورايا حاجات كتير، لا لا لا، ستوب كده، واقفه مع نفسنا. وبعمل حاجه بقى لذيذه قوي اللي هي الكتابه الحره. انا اصلا عندي براكتس ظريف وبنصح كل الامهات لو يعملوه لو بيحبوا ده، اللي هو الكتابة الصباحية. ورقة واحدة بس كل يوم أكتب فيها من غير ما أفكر، من غير ما أشوف أنا يعني مش داخلة علشان خاطر حد هيقرأ الكلام ده، أو أنا شخصيا مش هقرأ الكلام ده تاني. هي ورقة بفضي فيها الدوشة اللي في دماغي. أنا بقولها إن هي إيه، فراشات عمالة تخبط في بعض في مساحة دماغي الضيقة، أنا هطلعها للفضاء الواسع بتاع الورق فدماغي تروق. ايه المعاني دي؟ ايه التشبيهات العظمة دي؟ يا حبيبي. لا لا، في ألماظ، في ألماظ خارج. حبيبي والله. فانا هطلع كل اللي في دماغي على الورق، مش عشان ده يوصلني لحاجه، انت بعدها هتلاقي دماغك اترتبت لوحدها وهديتي. اكتب بقى اي حاجه ضايقتني من امبارح، حاجه شايله همها النهارده، حاسه باحساس معين. احيانا لما بكون مش لاقي حاجه اكتبها او مقفوله او متبلكه خالص كده، بقعد اكتب ان انا مش لاقي حاجه اكتبها ومتضايقه وزهقانه وقرفانه من الناس والعيال اكتبي اللي جواكي بدون قيود. اشتمي في حد نفسك تشتميه، مش عارفه اعمل اللي يعجبك يعني. الورق ده، الورق ده مش هيفتن عليكي، مش هيقول انت عملتي ايه فيه. خلاص. فاعمليه يا ده واركنيه دلوقتي او ارميه. هيبعتوا لنا كمية سكرين شوتس عن تعمل لنا قلة شتائم قضايا لبشر. مشاكل. لا، هنتحبس. اعملي ده عشان تفضي بس، وبرضه مش إلزام. يعني خلي بالك انه اللي احنا بنسميه تاسك او بيدخل تحت قائمة الدو ليست او بنسميه دوري في الحياة ومهمتي والكلام اللي هو، تفتكري زمان قبل ما يطلع كل التنمية البشرية والعلم النفس الإيجابي والكلام ده، ناس ما كانت ماشية على السريقة على الفطرة، تحس ان هي عندها حاجة فبتعملها بما أوتيت. حتى عندنا كونسبت في الإسلام، في أركان الإسلام الرئيسية اللي هي مبني عليها ديننا، الحج لمن استطاع إليه سبيلا. إيه ده يعني لو ما استطعتش مش مهم ما أروحش؟ عادي على فكرة. ما معيش فلوس، ما عنديش وقت، صحتي مش مساعداني، عادي، ما لو ما عملتوش مش هتحاسب، مع إن ده اسمه إيه من أركان الإسلام. فأنا فأنا ما عملتوش، بس هو أصله لمن استطاع. فخدي الكونسبت بقى ده اللي أنا جاية عليه النهاردة، كل حاجة في حياتك لمن استطاع إليه سبيلا. قادرة تعمليها يلا، مش قادرة مش هنموت نفسنا، عادي. واللي ما اتعملش النهارده يتعمل بكره، ولو ما اتعملش خالص في حاجه احسن منه جايه. وانا جايه بعمل كام دور كده وربنا حطني في الارض، هحط كام اثر وامشي. يعني ما حدش بيحاسب الفراشه، لو بمناسبه الفراشات، حدش بيحاسب الفراشه اللي ماشيه في البستان والحديقه هي عدت على كل الورد ولا لا. عادي يعني، هي وقفت هنا شويه وهنا شويه وخدت شويه شويه وخلاص. يا شباب دول بيبقوا مش قادرين ومفرفرين وسخنين وحالتهم صعب جدا، وبرضه بنقوم علشان خاطر ما ينفعش. احنا اللي بنحط لنفسينا ليه ما ينفعش، وتجلدي نفسك انه ما ينفعش. في اخر يوم تلاقي نفسك تعبانه وتلومي كل اللي حواليكي على انه ما ينفعش انك ترتاحي. مع ان انت الموضوع في ايدك انت بس على فكره. يعني انا هقول لك على حاجه ظريفه قوي، قرار لسه مفعلاه قريب. انا عندي في البيت لقطه كلاسيكيه تقليديه جدا، يعني كلاشيه افلام،
الصبح بدري والبنات بيلبسوا ونازلين على المدرسه، انا اللي بوديهم المدرسه. فعندي اللقطه الطبيعيه، السيناريو اليومي اللي انا خلاص حفظته وممكن اسمعه قبل ما يعملوه. خناقه دي مع دي على قفل النور وفتح النور. دي مش عايزه تلبس البنطلون، عايزه الشورت. دي مش عايزه الساندوتش الجبنه، عايزه التركي في اللانش بوكس. يعني كل واحده ليها حاجات كده بتحصل كل يوم. طيب انا ايه دوري؟ خلاص انا بقيت افكر، هو انا ايه مساهمتي في المورستان الصباحي ده؟ هم كبار كفايه، الكبار والصغنطوطه صغنطوطه. انا مساهمتي في المورستان الصباحي ده ان انا اضمن ان الصغيره صحيت من النوم، اتوضبت، لبست لانش بوكسها جاهز، ولان دي مسؤوليتي انا. خلاص الكبار مسؤولين عن نفسهم، يعني كل واحده عارفه هتلبس ايه وتسرح شعرها وتعمل وتجهز حاجتها. عندي كده براكتس ان انا لو على اللانش بوكس، هم بيساعدوا معايا احيانا وساعات لا، اني اعمل الساندوتشز واجهز الخضار والفاكهه وكده، وكل واحده اوبن بوفيه حبايب، كل واحده يلا لانش بوكسها في ايديها تدخل تلم اللي هي عايزاه من جوه. يعني انا مش انا اللي اقعد ارص لكم الدنيا. خلاص. طيب خلاص الدنيا دي جاهزه، عملت دوري. يلا حبايبي سلام عليكم، انا تحت في العربيه، ولما تخلصوا تعالوا. ياه، ياه على روقان الدماغ. عادي، هم كأطفال هيشدوا نفس الشد وهيقولوا نفس الكلام، واللي مش عايزة تصحى من النوم ولسه ما قريفة ما صحيتش وبتاع، وهينزلوا. بس مش هيبقى في طاقة ان انا اتشد من شدهم مع بعض وازعق لهم وبس مش عايزة اسمع صوت المورستان ده انا مش عايزة يومي يبدأ كده. طب هي كانت في ايدي ولا في ايده؟ ايه اللي حصل يعني لما انا اول ما انا لبست وجهزت اللي عليا سبتهم ونزلت وخدت في ايدي الصغنطوطة؟ تعالي معايا ونقف بقى نستنشق هواء الصباح، ونقف عند العربية كده مستنيين اخواتها ما ينزلوا. عادي يعني، ايه المشكلة؟ فهي بتبقى في ايدك انت اللي في ايدك تاخدي قرار ان انا تعبانة قوي النهاردة فمش هعمل يعني. لما تبدأي تعاملي نفسك كفرد من افراد الاسرة، ليه حقوقه له وعليه واجباته زيك زي بقية افراد الاسرة، بس انت it happens to be انك انت في مكانة الشخص المسؤول اللي هو الراعي، انت مقدمة الرعاية في الاسرة. خلاص. فهقوم بادوار مسؤولياتي من غير ما اجي على نفسي، من غير ما اوصل لمرحله الدريننج دي. يعني هو دايما يقول لك بصي لنص الكوبايه المليان. طب لا، انا عايزاكي تبصي للكوبايه كلها وتدركي ان هي فيها نص فاضي ونص مليان عادي. هي فيها ده وده، وهي دي الكوبايه اذا كان عاجبك. انت قلتي جملة في الجون في وسط الكلام، والله العظيم لو حد بس لقطها وفعلها خلاص هي خلصت. انا مش عايزة اتشد معاهم، انا مش عايزة ابقى كده. انا اتحطيت كلمة انا في دايرتي، ان دي السيلف كنترولينج بتاعتي، ان ده انا في اللحظة دي مش هتلاقي امي تقول لك انا مش عايزة. انا عايزاهم يخلصوا دلوقتي حالا عشان ننزل نروح المدرسة، لو ما نزلوش هفقشهم في بعض زي البيضة. فاهمة اللقطة؟ انت قلتي ان انا مش عايزه اتشد شدهم، مش عايزه اسمع ده تاني، مش عايزه ابقى واقفه في نفس الموقف ده تاني. اخدت بعضي ونزلت تحت، وستيل السيناريو لسه شغال فوق بس انا تحت. انا قررت اختار ارتاح في انهو واي، انهو سايد. مش اللي هو انا مش انا عايزه العيال دي تبطل صريخ وسويت دلوقتي ويلا بينا ننزل المدرسه بدل ما كلنا نطرد ما نروحش اليوم المدرسي. انت قررتي ان لا، هو انت ما فكرتيش فانا عايزه ايه، محتاجه اعمل ايه، بحكم ان انا كير جيفر راعي ليهم ومربي ليهم وبخلي بالي منهم. بس لما هعمل انا ده اكيد هيبقى فيه consequences احسن، وده اللي انت بالفعل عارفه حصل. ده اصل في امهات هتقول لك طب ما محبم عليهم، انا لو سبتهم ونزلت بقى هيتاخروا وهيطولوا وهيقعدوا يمسكوا في بعض اكتر، وبيحصل. واللي عندها بويز واللي عندها اولاد عندهم حاجات تشالنجينج في سلوكياتهم في يعني. ممكن يكون النموذج ده نجح معايا، وخليني اقول ان اي موقف بذكره او حاجه انا عملتها ممكن تنفع معاكي وممكن ما تنفعش. واعمار ولادي غير اعمار ولادك، وطبايعهم غير طبايع ولادي، والمدرسه اللي انتوا فيها السيستم بتاعها غير مدرسه ولادي، فالمواضيع مختلفه. انا الاول كنت بتشد قوي لفكره لو اتاخرنا والباب هيقفل ومش هتدخلوا، لغايه ما في مره سكت خالص. حبايبي انتوا عارفين ان احنا ماكسيمم لازم نكون نازلين من البيت الساعه كذا، ولو اتاخرنا عن ده فالباب هيكون قفل، ولو قفل ما بيفتحوهوش تاني وهنروح. انا خلاص وضحت كل الامور، وهم لسه مش مدركين انك انت فعلا بتقولي ده ومش هتعملي حاجه. هم لسه بيتستوا الليميت بتاعتك. خلاص. يلا انا جهزت، كان لسه قبل مرحله ان انا انزل، انا قاعده مستنياه، قاعده ساكته خالص جنب الباب. تخيلي ان لقطه ان انا بس قاعده ساكته ما بزعقش بتدربكهم اكتر من لقطه انك بتزعقي وهم محتاجين يدافعوا عن نفسهم من الهجوم اللي بيتهاجموه. تخليهم يحسوا ان هم
دي هي جهزت وقاعده واحنا لازم طب لا، انا عندي طفل بارد وكذا خلاص انا هستنى وهينزل معايا وهنروح المدرسه ومش هنلحق والباب هيتقفل وهنروح. تفتكري هيكررها تاني؟ لا مستحيل، والله حصلت مع سبيشلي ولادي. لو انا رابطه له ده. انا اصل انا بقيت اقول لبنتي الكبيره مثلا عندي تقول لي يا سلام يا ريت والله، انا ما اقول مثلا ان 7:30 بالظبط هنزل من البيت واللي مش جاهز خليه في البيت. فالرد التلقائي طب ما احسن مش عايزه اروح اساسا. لا ما خدي بالك اللي هيقعد في البيت هيديني تليفونه بقيه اليوم. مش انا. كونسيكونس. انا الموضوع كله ان انا اسيت ماي كونسيكونسز. يعني احط الرولز واحط الكونسيكونس اللي هيترتب عليها واكون جاده في تنفيذه. برضو في نوع من الامهات هي بتقعد تتوعد بحاجات عمرها ما هتعملها. خليكي قد الكونسيكونس احنا اللي انت كلنا هذه الام. ثبتيه. ما كلنا هو هذه عشان الام. كده فكري لحظه قبل ما يطلع منك كلمه تتحسب عليكي ويبقى منظرك اعيل من عيالك. باين علينا، باين علينا ولا مبين اكتر؟ انت لو ما قمتش ولبست دلوقتي انا هاخد منك التليفون اسبوع. انت تقدري؟ تعالي انت تقدري؟ طب ما تقوليش حاجه انت مش قدها حبيبتي. يعني قولي فاليوم حاجه. يجي. قولي حاجه تعرفي تنفذيها. قولي حاجه كمان منطقيه. مش بس عشان ما يجيبلكيش وجع دماغ، لا بس عشان فعلا مثلا انت لو بصيت لها دلوقتي بقى مدارس كتير شغل الولاد والاساينمنتس والحاجات اللي بيسلموها معتمده على تليفونه. فحضرتك بتقولي هاخد منك التليفون اسبوع وبعدين مين اللي يعني هتقعدي انت تعملي له الواجب على التليفون بتاعه ولا تعملي ايه ايه؟ ولا لازم هترجعي في كلامك؟ طب اه، وارجع في هرجع في كلامي ليه؟ ما كلامي. اقول كلام من الاول مش هرجع فيه. صح. طب خلاص تمام. او اصل انا مش من نوع الامهات برضو اللي بيفرق معاها ان درجات الولاد تقل اصل لازم يقفلوا الدرجات الهوم ورك مش عارف ايه. عشان كده انا هقول لك حاجه نهى قالتها لنا المره اللي فاتت لو تفتكري ومسمعه معايا قوي في ربطتها باللقطه دي بالذات. هو الحديث بيقول اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. قال ايه؟ فليغرسها. مش فليسيبها مكانها ولا ليديها لحد ده يوم القيامه والدنيا انتهت وهنروح حته تانية خالص. والفسيله دي غالبا لما تتزرع محدش هياكلها ولا هتنبت اساسا. طب ليه فليغرسها؟ عشان انتي معلكيش غير الغرس بس. انما الام اللي حاطه نفسها في اطار ان درجات ولادي وتفوقهم في التمارين والبطوله اللي هياخدوها هي دي اللي بتايدنتيفاي انا ناجحه ولا لا، هي ظالمه نفسها. لان حضرتك كطالبه خلصتي دراسه وخدتي شهادتك واشتغلتي او ما اشتغلتيش. كرياضيه لو كنت بتلعبي رياضه لعبتي رياضتك ولسه بتلعبيها او بتبطي في البيت او انت خليكي في نفسك. بصي في ورقتك بقى. دورك مع اولادك توجهي وتعلمي وتعملي. وصلت في مرحله ان انا خليت بنتي تجيب اخرها. يعني ما تذاكرش وانا شايفاها قدامي ما بتذاكرش وتنقص درجات وجت في اخر الكوارتر درجه ماده معينه نازله. هي اللي بقت متضايقة، هي اللي بقت حاسة انه هي اللي وصلت نفسها لكده. وبقى في سؤال كده. ها يعني الشهادة الجاية هنشوف اقل من كده ان شاء الله هنعمل سكور في الموضوع. حلو جميل قوي. المنورة ورقم مميز كمان وماشي مع تاريخ اليوم بس يعني ايه النظام؟ فاهمة اللي هو. فخلاص هي اللي ما بقتش عايزة تتشاف كده ما بقتش عايزة تحس ان هي برضو مقصرة. وخدي بالك بقى من لقطة مهمة قوي يا روح. ولو ما طلعناش بمسج تانية غيرها من النهاردة فهي في حد ذاتها مسج مهمة جدا. النمط اللي انت بتعاملي بيه نفسك غصب عنك غصب عنك ومن غير ما تحسي هينتقل بصورة أو بأخرى وهيأثر على مستقبل عيالك في النمط اللي هيتعاملوا بيه مع نفسهم. انت بتدي example. صح. الكلمة اللي بتقولها على طول نهى ابنك هيطلع زي ما انت عايش مش زي ما انت عايز. صح. فانا لو عايشه على طول الام سرينه الاسعاف اللي ماشيه تتوعد وتهدد وتزعق وتشتكي وتقول انتوا منكم لله وانا لو كنتش كان زماني. وانا إيه اللي خلاني اتجوزت وخلفت ما انا كان زماني سفيره مصر في الامم المتحده يعني. بنقعد بقى نهري كتير في الهري ده. حبيبه قلبي اهدي على نفسك كده. يعني عشان هتنقلي وبتلاقي ان احنا بنكتشف في مرحله او في اخرى ان لو انا عندي الباترن ده فغالبا هو انا واخداه بالكربونه من مامتي بشكل او باخر. او انا عكس وغالبا مامتي تماما هننقله للولاد. وهنقله صح. للولاد. فهي صح. شايفاكي قدامها بتعملي في نفسك ايه هي من غير ما تحس هتعمل ده قدام. فانا زي برضو ما بنتعلم في البوزيتيف سايكولوجي انه 50% من صفاتك الشخصيه انت واخداها بالوراثه مفيش ليكي يد فيها. جنيه.
وعشرة في حتى المية الهابي، من الظروف اللي حواليك ايه. بقول حتى الهابينس يعني احساس السعاده احنا ايوه 50% جن، صح. 50% جن. حلو، بس هو ستيل ايه 50%. في 10% متوقفين من اللي هو ده في ايه، في الويل بينج، في رفاهيتك النفسية، في سوائك النفسي. بالظبط. متوقفين على 50% من الصفات اللي انت وارثاها بالجينات بس، من غير ما حد يجي جنبك، اللي هو وانت لسه ما من الاهل. و10% تأثر بالظروف اللي حواليكي. في 40% بقى هم دول اللي عايزين نلعب فيهم. انا اقدر اعمل ايه عشان اخلي الوضع احسن؟ فانا كل صح، يوم كده ابقى كسرت الباترن. اكسر الباترن. يعني انا متقبله قوي ان انا ستيل الام اللي احيانا بتحس انها متعصبه، وبعدين ابدا اديفلوب. بصي بقى، في تريكات حلوه قوي، خلينا نقول شويه تريكات ظريفه كده. ابدا كل يجيب اديفلوب ورقه مع وقلم نفسي. ويكتب. كل يلا يجيب بقى، ورقه وقلم ويكتب. ابدا انا بكتب اديفلوب. انا اهو، ام انا فرفوشه او بكتب انا اهو. حسب انت ام فرفوشه، ام عمليه، انت طبيعه شخصيتك ايه، كل واحد وطبيعه شخصيته. ابدا انا ديفلوب التريكس اللي بتساعدني انا اجرب حاجات مختلفه، العب العاب مختلفه لغايه ما اوصل لايه الحاجه اللي ما عملتها ادتني نتيجه كويسه. فمثلا انا ام فرفوشه، فمثلا عامله مع اولادي ديل. خلاص، لما ابقى انا مضغوطه جدا ومشحونه وطالعه من ميتنج وداخله على تاسك وعندي وما خلصتش الاكل، والصغيره بتقول لي انا جعانه، وفي 60 الف حاجه كده بتزنزن، فتيجي بنتي قدامي مثلا تتكلم بطريقه مش لطيفه، او تعترض على حاجه، او هو بقى هو انت هتخلصي امتى مش عارف ايه. فعامله معاهم ديل اسمه، اول ما ابص لكم واقول رن، بجد رن يعني اجروا من وشي عشان ما يحصلش حاجه وحشه. فلما اقول حقك. كلمة ران مفيش بعدها اي نقاش، يعني اجروا حقيقي، انفدوا بجلدكم علشان ما يحصلش اصابات. وبكل هدوء انا بعملها باللي هي ايه، رن. مش اللي هو بقولها وانا متنرفزة، دي بهدوء يخوف اكتر من وانتي متنرفزة. رن. فران دي مفيش بعدها ولا كلمة. او انا اول ما ابدا الاقي نفسي هتنشن، هبدا اكلم نفسي كلام مش كويس، هبدا اقول كلام ياثر على الولاد، اعزلي نفسك انتي. مش الرسول بيقول الغضب لا تغضب لا تغضب؟ وايه اللي بيغير الغضب ان انا اغير وضعي؟ سبحان الله، لو نايم اقعد ولو قاعد اقف وكده. هي نفس الفكرة. داخلة على غضب، غيري الوضع اللي انت فيه. افصلي لمدة 5 ل10 دقايق. ازاي؟ خشي اتوضي، خدي دش، اقفي تحت الدش، افتحي البلكونه، اقفي شويه، انزلي امشي 5 دقايق في الشارع واطلعي اعملي اي حاجه. افصلي بيها وارجعي. صدقيني لما ترجعي، حتى لو الوضع على ما هو عليه، انت مش على ما انت عليه، او على ما كنت عليه. انت عملتي نزلتي الترمومتر بتاع العصبيه والشده وكده اهوت، وهتبقي قادره تهندلي المواضيع مش بالشكل المثالي بس بشكل افضل. صح. انا هقول لك على قصه تانية، عشان هي القصه دي برضو حصلت في القريب، يعني يمكن شهر 2 اللي فات. 22/23، أيوة 22/24 سوري. برضو مرحلة من المراحل، لأن كلنا في حياتنا مراحل بتبقى ماشية في هدوء وسلام، ومراحل بتبقى مضغوطة. وشهر 2 ده احنا لسه متأثرين بالأحداث بتاعت بره والحروب وكذا، وكان لسه بقالنا كام شهر بادئين ومضغوطين، وإحساس انهزام نفسي وحاجات كتير داخلة على بعض، مع مسؤوليات وضغوطات الولاد، مع إحساسك إنك شايلة كل حاجة، نفس اللقطة دي اللي لما بتيجي تتكرر عليكي. وكان المفروض إن أنا أعمل حاجة، أخد البنات يجيبوا طلب معين هم محتاجينه، واتقال لي صراحة كده إنه ما تروحيش، أنتي مش في حالة تسمح إنك تعملي المشوار ده، عنه ما اتعمل الدنيا مش هتتهد، نبقى نعمله بكرة. وانا اللي عاندت مع نفسي وقلت لا، انا عايزه اخلص من الموضوع ده وهاخدهم ونروح. ورحنا والحاجه مش موجوده، ونروح محل تاني وانا اصلا مضغوطه ومحمله بافكار كلها تودي في 60 داهيه. انا اللي حطيت نفسي في مقدمات الكارثه. خلاص، يعني انا مش نايمه كويس واعصابي مشدوده وفي تشالنج عندي ومضغوطه نفسيا وفي افكار سوداويه في دماغي وراحة، وانا كل ده وعايزة انام، اروح اسوق العربية واروح بولادي في حتة. وبالتالي حصل ما يشبه الشات داون. انا راجعة من المشوار ده، هو ليه كده وانتوا بتعملوا معايا كده ليه، وهو انتوا مش حاسين بيا، وشوية كلام فستقي كده خلاص. ومرة واحدة والله يا روحي اللي حصل ان انا حصل شات داون. يعني حصل ان مخي فصل لثواني، انا ما بقتش واعية بالدنيا. وفي لحظة، انا مش بتهيالي دي كانت لحظات،
في لحظه كان خبطت في عربيه قدامي، خبطت عند مطب، هو في مطب فاللي قدامي فرمل وانا ما فرملتش فدخلت فيه، انا ماشيه بسرعتي الطبيعيه. طبعا العربيه بتاعتي ربعها اتدشمل. الحمد لله انا والبنات ما جرالناش حاجه، كانوا ناموا اصلا، انا عماله اكلم نفسي على الدركسيون، كانوا ناموا. هم صحيوا على الخبطه والريحه والصوت والهواء وال الايرباجز ضربت في وشي انا وبنتي اللي جنبي حادثه يعني، اوكي، وستر ربنا ولطفه بينا كان كبير، اوكي. بس الحادثه دي ساعتها جابت لي انسايتس كتير قوي، عشان هي بعدها العربيه طبعا قعدت في التصليح كتير قوي، قعدت اسبوعين او ثلاثه، وخدت فلوس كتير قوي، و... وطبعا دفعنا فلوس للي انا خبطته عشان انا الغلطانه، و... وبقيت في حاله نفسيه ان كل ما اعدي على المكان اللي حصلت فيه الحادثه اعيط، لا شعوريه، قعدت كده حبه تروما حلوين. بس جالي الانسايت بتاع، هو مين اللي عمل فيكي كده، الولاد والمسؤوليات ولا انتي اللي اخترتي بايدك انك وانتي مش في وضع مناسب تعرضي نفسك واللي معاكي للخطر، انتي مسؤوله. فايه الاولويات بقى؟ فبقيت واخده قرار بعدها، انا عايزه انام، انا مضغوطه نفسيا، انا ما بسوقش، خلصت. عايش. بس فانا عايش. ما كنتش هطلع غير بده، كان ممكن نروح فيها، كان ممكن اخبط في بني ادم مش في عربيه، كان ممكن. وبعدين هو ايه اللي حصل في الكوكب يعني لما العربيه عطلت اسبوعين وبقيتي لا بتودي مدارس ولا بتودي تمارين ولا بتعملي حاجه، وبنجيب اوبر كل حاجه ليها بدايل، انت اللي بتحطي في دماغك ان الحاجه دي لو ما اتعملتش وعملتها واتعملت كده مش هتتعمل، مين اللي قالك؟ بلاش ده كله، حاجة هتلمس مع كل الناس. هو ساعة الكورونا الكوكب كله وقف حضرتك، مش انتي بس ولا بيتك ولا ولادك ولا مفيش مدارس، مفيش نزول، مفيش سوبر ماركت، مفيش مشاوير، مفيش تمارين، مفيش اختلاط بشري اساسا، كل واحد قافل على نفسه وبيته وعياله خايفين. ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا مسج مهمة جدا انه اعملوا بوز. فالمسج الكبيرة بتاعت النهاردة، اعملي بوز من وقت للتاني، ما تسيبيش نفسك في السحلة، عشان انتي مش مقصرة، انتي حقيقي مش مش ملاحقة. ملحقة. صح. فاعمل صح. ايه يا شيماء؟ هنراجع الحاجات تاني. المايندفولنس، الحضور، احضر ازاي في الموقف وفي اللي انا فيه. لازم يكون ليا وقت في اليوم بتنفس فيه كويس، بكتب الافكار اللي في دماغي، بفضي اللي جوايا، عندي حد موثوق فيه ممكن اتكلم واطلع اللي جوايا، المهم ان انا ما اكتمش جوايا، الجا ان انا اروح سيشن ثيرابي، اتكلم مع حد ثقة يكون مستمع جيد. مش هختار حد كل ما بكلمه بيقطمني اكتر. يعني انا ليا واحده صاحبتي مثلا، مش انا يعني، لو انا ليا واحده صاحبتي هي دي صاحبتي المقربه، كل ما اكلمها تقول لي ما انت اللي غلطانه، انا بقى لو مكانك كنت عملت كذا، واصلا انت عارفه انا بقى لانش بوكس ولادي ده بيحكوا ويضحكوا بيه، انت اللي الحاجات دي على فكره سهل وتلاقيها في اي في امهات كده تحب تحسسك ان هي ايه، شماخر الكون يعني، هي اللي مقفله كل الدرجات. طب انا شخصيه زي دي في حياتي وانا عرفت ده عنها، والنتيجه النهائيه من مكالمتي معاها كل مره ان انا بحس ان انا اسوأ. مش هقول لك اقطعي علاقتك بيها، بس مش دي الشخص اللي تشاركيه الداون مومنتس بتاعتك. اختاري بقى، نقي بتشاركي مين، مش لاقي حد تشاركيه اكتبي على الورق. حاجة تانية، سجلي لنفسك فويس وما تسمعيهوش تاني، سجلي، اوكي، سجلي اللي جواكي طلعيه، المهم اطلع، فانا مش هكتم، ده اول حاجة. تاني حاجة، لازم يكون في اكتيفيتي يومية لحاجة بتسعدني، عارفة بيقولك ان لازم يكون في يومك حاجة تستحضر شعور ايجابي، او في تواصل انساني على مستوى كويس، او انغمس في حاجه بحبها، يعني انا اشتغل كروشيه، اشغل مزيكا وارقص شويه، اكتب، لو انا بحب اكتب، اقرا لو بحب اقرا، المهم اعمل اكتيفيتي كل الهدف منها ان انا اتبسط، اوكي. اعمل حاجه ذات معنى، اطلع صدقه، اساعد حد، اوكي، واحقق انجاز ما. طب ايه تعريفي للانجاز؟ اني صحيت وعملت للعيال فطار، ده انجاز. عايزين بقى ان انا نعيد صحيت تعريف اصلا من الانجازات. قبل ما اعمل انا حاجه. صحيت، ان انا فتحت صحيت اصلا. عيني، انا فتحت عيني وقمت ايوه. له اساسا. والله هي لما كنت معاها اول امبارح تقول لي يكفي انك اصلا صحيتي وقمتي من على السرير، ده انجاز. اه، اتفق قالت لي اتفق انت حتى جدا. لو ما عملتيش غدا ده انجاز، لو ما وديتيش الولاد المدرسه ده انجاز. بقول لها طب احنا ما عملناش حاجه، قالت لي ما هو ده انجاز. انجاز. انت عارفه كانت مره في لقاء مع، تهيألي كانت زهرة العلا الممثله، و و واتكلمت على بنتها،
ان هي لما كانت بتتسأل على مثلا لما اتجوزت، يعني هي شاطرة في ايه؟ انا مش شاطرة في حاجة، ما بعرفش اعمل حاجة. انا عايزة سواق يوديني، ما بعرفش اسوق وما بعرفش اطبخ، انا اكلي وحش قوي فعايزة حد يطبخ لي الولا حاجة ده في حد ذاته. انت دورك في الحياة اكتر ما ركزي بقى، انت دورك يعني لو انا ام بتجري في الحياة وبتشتغل وتوفر، عايزة تخلي حياة ولادها احسن، توديهم التمارين واحسن مدرسة واحسن اكل في اللانش بوكس واحسن لبس مش عارف ايه وزمايلهم ايه، وانت مش موجودة، مش هتعرفي تجيبيهم اما تكبري. انت لازم تبقي موجودة في حياتهم، السبورت، الدعم، الكلام الحلو، ال- المسايسة على الحاجات اللي بيقابلوها في حياتهم اللي مش كويسة، الحضن اللي هو بجد. عارفة لو لقطة انه بس كل يوم اقصد عن عمد ان انا اخد كل حد من ولادي في حضني من غير حاجة، سواء عاملين حاجات غلط ولا لا، نخلي الحضن ده روتين. صدقيني انت بتبقي محتاجاه اكتر ما هم بيكونوا محتاجين. يعني هما اللي بيشحنوكي. يعني انا مثلا بقيت لاحظت كده اني في عز ما ببقى غضبانه، بنتي الصغنطوطه اللي عندها 6 سنين دي، لو حصل بالصدفه ان وانا غضبانه كده قالت قدامي حاجه تضحك، فورا الموقف بينتهي. فبقيت محفظاها ومفهماها ان اول ما هتبداي تلاقيني بزعق اعملي حاجه تضحك، فتيجي قدامي تقعد تعملي ماما، يعني تقعد تعمل حركات كده عيالي اطفالي، تتشقلب تعمل اي حاجه، تقول لي كلمة أنا عارفة إنها لما بتعملها بضحك، تشرب من كوباية المية ومش عارف في حاجات كده. خلاص، أنا بقى أهو جبت علاج أهو، يعني أنا أهو جبت حاجة بتنقذ الموقف. فهي عارفة إن أنا هدخل في الحتة السوداء اللي كلهم هيبقوا خايفين من ماما. وكان في كوتش ظريفة قوي كنت باخد معاها سيشنز قبل كده، قالت لي أنا عايزاكي لو قدرتي إنك أنت تقفشي وأول ما تبدأي تتنرفزي إنك تكملي نرفزة عادي بس قدام مراية، اعمليها مرة هتبطلي تتنرفزي. لا لا لا، صعبة والله العظيم، صعبة. والله انا كم مرة واحدة صاحبتي يعني تحكي لي انها بتقول لجوزها الرقم ده بقى له كتير قوي، كل شوية يعاكس ويتصل يقول كلام سخيف، وايه خد انت بقى رد عليه. لا لا، ولا رد عليه ولا حاجة، انت بس صوري له نفسك وانت بتذاكري مع العيال وبعتيه وهو هيبطل يكلمك تاني. خلاص الموضوع. صح صح. مونستر مامي، مونستر الام اللي هي حقيقي. انا لما كان مره يبقى مصادفه في جنبي مرايه خلاص، فبص بس لنفسي وانا ايه الرعب ده يعني. وكانت ياسمين مهدي الله يسعدها اللي بتتكلم عن تربيه البنات، كاتبه ودكتوره وجميله جدا، كانت بتقول لي في الكورس بتاع تربيه البنات، انا هي عامله حاجه لتربيه البنات وسيشنز وحاجات كده، انه ايه رايك تبداي تجربي وبقيت القطها كتير دي، ان نفس الطلب اللي بتطلبيه وانتي مكشره اطلبيه بنفس الحزم بس وانتي مبتسمه. ممكن حبيبتي تروقي اوضتك؟ مش قومي بقى روقي الاوضه المعفنه دي. انا نفس الاوردر ممكن اديه، وممكن نفس الاستجابه تطلع انها تكسل او ما تعملش او فرقت في ايه بقى؟ يعني انا هختار ايه لما اقول الحاجه بالطريقه اللي تخلينا نفضل صحاب وحبايب يعني، من غير ما يبقى عماله ابني جسور واسوار ما بيننا. صح. فاقول نفس الحاجه بس من غير نرفق. مش يعني في بعض الامهات عندها اعتقاد اني لو ما زعقتش وانا بتكلم مش هيعملوا الحاجه، هيستهيفوني أوه. هيستدفوني. الحاجة مش هتتعمل. أول مع كلمة، انها ما الحاجة مش اتعملت هتتعمل. معلش، ما برضه تاني ما. ايوه لما ما تتعملش. انا اعرف ام مثلا كانت بتقول لاولادها مثلا انا لو الهدوم اللي هلاقيها على الارض هرميها في الزباله، ومره اتجننت وعملتها. هي بصراحه حطت كيس باسكت نظيف كده وما حطيتش فيه حاجة تانية ورمت فيه الهدوم عادي يعني، اللي هو ايه، اي حاجة لقيتها على الارض فهي ما إيه ماما على فكرة ده في الباسكت. اي حبيبي ما هو عشان انت ما علقتهوش في مكان. فانا لا بعلم والله. الولاد من غير ما يكون الدافع الوحيد ليهم لتنفيذ كلامي هو ان انا ازعق. يعني هو في اولاد حقيقي، يعني انا كنت احيانا هذا النوع من الاطفال بسمع كلام ماما عشان مش عايزاها تزعق لي، مش عشان انا لا حضرتك مقتنعة مش باللي انت بعمله بس، اساسا. حضرتك مش انت بس، احنا كلنا كده كده. عشان بس خافوا من قرطة اللباليب دي. مش عايزه اشوف النظره دي ومش عايزه اسمع الكلمتين دول. فلو انا ده كان بيضايقني ليه بقى اكون انا ده؟
لا وعشان احنا ايه؟ اتعلمنا بالهارد واي برضو يا شيماء، يعني احنا خدنا وقت ورقات كتير عقبال ما ظبطنا الاداء ده، فعشان كده مستوعبه اي ام تيجي تقول لي لازم يروق اوضته، ولو ما روقهاش الاوضه وحشه جدا. طب وبعدين؟ ما هو ريحتها صعبه لمين؟ فاهمه؟ فما هو يروح الموضوع ده بيضايقني. ايوه بيضايقني، بحس كده ان الشقه كلها مش نظيفه. هي الشقه بس ولا اوضته بس؟ ما هي الاوضه جوه الشقه بس هي بتاعت مين هو؟ في الاخر يروح بتطلع حشرات ونمل ومش عارف ايه. طب على مين؟ فاهمه؟ وبعدين في الاخر اوريدي ايه الكونسيكونسز او ايه العواقب اللي هتقع على اللقطه دي؟ قالت لي ان الاوضه مش نظيفه وان هدومه ما بتتغسلش. حلو جدا. هل سبتيه جرب ان تبقى الاوضه تفضل مش نظيفه ويجي لها حشرات وان هدومه ما تتغسلش فبالتالي ما يلاقيش هدوم يلبسها وقت ما يكون رايح حاجه مهمه؟ قالت لي يروح دايما بالحوض. طب ما تجربي تسيبيه، جربي ايوه، تسيبيه. عارفه اللقطه دي. وفي الاخر هم كمان الولاد اذكياء جدا يا روح. يعني هو بيبقى عارف ان ماما دي هتطلع تنزل على ما فيش. هي هتقعد تجعجع وتقول لي وتزعق لي وفي الاخر هتعمل الحاجه، فسيبها يعني تطلع على المسرح شويه وهي هتلم الدنيا في الاخر. ففعلا ليه ما نجربش ان تسيبيهم يفضل؟ يعني انا عندي رول مع البنات: قطعه الهدوم اللي مش هتتحط في السبت الكبير قوي اللي انا حطاه قدام الحمام، ما حدش يسالني ده غسلت ولا لا. انا مش هدخل الم هدوم من اوض. فتوصل بنتي لمرحله ان كل تيشيرتاتها مترميه على كرسي وسرير وكذا وما عندهاش حاجه تلبسها. لا خلاص مش لازم تنزلي. يعني فانت لو لا وصلتي نفسك مفيش الالطف حاجه تلبسيها. اختار اي حاجه مش نظيفه والبسها. والله العظيم بجد. مم. مش عقاب بس. ممكن تعملي ده اختار بقى برضه. اي حاجه. يعني انا عندي كريم لما كان بيعمل ده زمان، كريم خلاص اوريدي كبر الحمد لله. اختار اي حاجه مش نظيفه من اللي انت ما وديتهاش تتغسل البسها. يا ماما مش عارفه بتخانق وتزرزر. والله حاسه بيك جدا، بس at the same time في نفس ذات الوقت احنا ما عندناش حل دلوقتي. يس. لا هما في بس الاخر على فكره هما بقى بيبقوا كرييتيف في ايجاد حلول. يعني الاقيها في الاخر اتصرفت وراحت لاختها وحاولت تدور عندها على تيشرت صغر عليها وتقوم واخداه وتلبس. حلت المشكله. بس بقت مدركه ازمه ان هي لو ما حطتش حاجتها بنفسها في الباسكت انا مش خلاص ده رول انا عاملاه. برضو والله انت. بقى بيخش يشغل الغساله لوحده. اه والله انا بقيت بنتي بقى التانية اللي كانت بتكبر، هي اللي تقعد: ماما غسلتي الحاجات انا حاططها لك من امبارح اوعي تنسي، بكره مش هلاقي مش عارف ايه، انا كنت عايزه البلوزه الفلانيه. هي اللي هتجري وراكي. فهنا بقى تيجي تip تانية حلوة قوي انك انت مع ولادك بالذات. يعني بنكلم الامهات اللي عندها اتنين وانت طالعه، اتنين تلاته اربعه بقى وانت طالعه، انه ابدأي بقى دوري. مش هقولك على كل ما يخص ولادك، ابدأي دوري على ايه الجزء من المهام اللي تخصهم، اشركيهم فيها. يعني انا بقيت لما بنتي تطلب مني ابعت ايميل للمدرسة عشان هي عايزة تشتكي من الكرسي اللي قاعدة فيه، اقول لها: حبيبتي اكتبي اللي انت عايزاه وابعتي لي رسالة واتساب وانا هحطه في ايميل من عندي انا وابعته. لازم اشركهم في مسؤولية الحاجة اللي هيترتب عليها حل مشكلة او حصول على ميزة. ماما انا عايزه مثلا تشتري لي كذا، لما ابعتي يا اكتبيهم في ورقه او ابعتي لي مسج على الواتساب وريمايندر، مش انت اللي هتفكريني ساعه المشوار الفلاني. يبقى انا اي حاجه تتعلق بيهم لازم يكونوا مشاركين ولو بجزء. الامهات بقى الكيوت بتاعت هم ما اتدلعوش دلوقتي هيتدلعوا امتى؟ انت كده يعني هيطلع عليهم بعد كده انت مش عارفه بتعملي فيهم ايه. نموذج الام اللي بتعمل كل، انا اعرف ام بتعمل كل حاجه لمرحله البروجكت بتاعت المدرسه، تقعد وتسهر عليها وهم حبايبي يتعشوا ودخلوا ناموا وصاحيين مش عارفين هم واخدين معاهم ايه اصلا، وهي اللي سهرت عملت البروجكت بشكل فظيع جدا. طب انت كده علمتيهم ايه؟ بقوا هيتعاملوا في الحياه ازاي؟ انت كده بتأهلي شخص صالح للتعامل في الحياه بتحدياتها ومشاكلها ومسؤولياتها. وبرضه مش هبقى الام الاكستريم اللي اول ما بنتي تشب كده وطول الحوضه ماسكها المواعين طول حياتها. ليه يا امي بتعملي كده؟ انا على الاقل انا دايما احافظ على المينيمم، اعملي بالانس. انه بعد ما ناكل كل واحد مسؤول يغسل كوبايه طبقه ومعلقته او شوكته. اقفي اغسلي ده بس وانتي بتغسلي ايدك. هل هي كده هتنضف لي مواعين اليوم كله والحلل اللي طبخت فيه؟ مش هتقوم بالمهمه بتاعه المواعين، بس انتي ساهمتي في تخفيف ده من عليا. طب انتي بقى كأم خليكي ذكيه في انك تخففي الحمل عن نفسك. ليه؟ ليه بينما احنا خمس ست اشخاص في البيت في 20 طبق و20 معلقه؟ ليه؟ افهمها. شيلي كله حبيبتي وهم بس. وفي مرحله ما وهم صغيرين شويه نزلت جبت
اشكال معالق مختلفه واطباق مختلفه، وكل واحده عارفه طبقها، ومش مسموح لها تستخدم طبق غيره او معلقه غيرها. فلو الطبق والمعلقه دول في الحوض، فهي ما عندهاش حاجه تاكل فيها سيمبلي، اللي هي صح. اطباق استخدامنا اليومي. فانا ليه مكتره على نفسي؟ والحوض اصله اتملى بقى جبل، ما هو اللي في الحوض ده مش ايكوال لعدد البني ادمين اللي في البيت. انت اللي صح. مكتره على نفسك الدنيا. فخلاصة الأمر، كل ما لقيتي حاجة تخفف عنك وطأة اللي انت فيه وتسهل عليكي حياتك، واللجوء لمبدأ الأسهل الأسرع الأيسر، اللي هو أسهل أبسط أسرع. مش لازم أعمل أحسن حاجة في كل حاجة، أسهل أبسط أسرع. يعني أسهل طريقة نعمل بيها التاسك بأبسط إمكانيات متوفرة عندي، بأسرع أداء ممكن. حلو مش لازم جدا. اقفل ان انا اجيب الاحسن والاطول ليه؟ لمين؟ انا مش داخله مسابقه. انا بحب قوي الجمله بتاعت حمزه نمره بتاعت لا هشارك في المسابقه ولا عايزه اسابق. انا مش داخله مسابقه مع حد، محدش بيجي ورايا. ممكن نبقى بنقول ده باي indirect way، ولكن احنا بنقولها احنا مش داخلين مسابقة، واحنا مش مهم عندنا التفاصيل دي كلها، ولكن احنا بنبقى بنجري من جوه يا شيماء. صح. انا ممكن اكون بقول ده، انا مفيش حد بيجري ورايا، انا يومي براحتي، انا اعمل اللي انا عايزاه، بس انا من جوه، من جوه بجري. ايه ده لازم يلحق يذاكر، ايه ده عنده تمرين، وايه ده ده لازم يدخل المسابقة دي. جوه، انت جوه، علشان ابن خالته ولا ابن عمته اوبا، دخل اقفش المسابقة دي اقفش وكسب. اقفش. ايوه احنا عندنا awareness، فاحنا بنقفش في تاني حبايبي ما عندهمش الاوير ده، تلاقي نفسك انت بتلعبيه رياضه علشان تلقائي يبقى هو رياضي، علشان في ابن صاحبتك بقى رياضي ودخل بطوله وبقى واو، او انت دخلتيه كورس علاني علشان يتمرس هذه اللغه وهي مش من ضمن اهتماماته، عشان انت لقيتي حد تاني سكسسفul في اللانجوج دي. حقيقي احنا بنبقى ما عندناش يعني اوير كافي احنا من جوه بنقول ايه، من جوه بنعمل ايه، احنا انت ممكن اي انت حاجه. تطرقتي النقطة دلوقتي، هي يتعمل لها يعني لقاء تاني لوحده مهم قوي بالذات للأمهات. وده اساسا من صميم تخصصي في فكره الاهتمامات والقدرات وكده، ان كل ام لازم تحترم قدراتها وقدرات ولادها. ده موضوع كبير اصلا تاني لوحده. انت مين اللي قالك ان ابنك حركي عشان توديه لعبه كلها حركه؟ يعني مين اللي قالك؟ مين اللي قالك ان ابنك ذكائه اللغوي عالي علشان خاطر توديه كورسات لغات؟ ما كفايه قوي يكون بيعرف يتكلم عربي وانجليزي ونحمد ربنا. يعني انا مين اللي قال؟ هل انت اختبرتي وحطيتي ابنك في اكتر من سيتويشن عشان تعرفي ايه ميوله وايه قدراته علشان ما تعجزيهوش؟ ما تبقيش انت السبب في احساس ان هو فاشل وانت كمان فاشله. لا بس انا عايزه اعلمه حاجات كتيره قوي علشان يبقى ما انت فيش حاجه اسمها عايزه اتنين. انت عايزه انت اللي عايزه، عشان انت ده الديفينيشن بتاعك للنجاح في الحياه. بس هو الديفينيشن النجاح في الحياه ان انا اكون احسن نسخه من نفسي. فاي حاجه متعارضه مع نفسي بصفاتها بتكوينتها اللي ربنا عاملها، انت ليه عايزه الخلاط يفرم؟ ليه عايزه الخلاط يسخن؟ الخلاط بيخلط ما بيسخنش. ليه عايزه تشغلي الاجهزه مكان بعض؟ احترمي بقى. انا بشوف الام اللي هي كسول جدا وما بيتحركش من مكانه. طيب ما انت ابنك مش حركي، انت ادجستي الحياه حواليه. يعني كان سامعاها دي كانت في العقد الايفنت اللي كان قريب، كانت سمر بتتكلم على انه احنا بنشوف الطفل ايه وعايزين ايه اللي يحصل ونظبط البيئة اللي حواليه، مش بنظبطه هو عشان يتوائم مع البيئة اللي احنا اوجدناها. انا صح. بظبط البيئة اللي حوالين الطفل. ده موضوع تاني، ان ازاي ان انا اتست القدرات بتاعت ابني واكون عندي ملاحظة جيدة اللي هو بيميل لايه وبيحب ايه. مش لازم يقفل كل حاجة في كل حتة، مش لازم ان انا اللي اختار له الاكتيفيتي دي او الكورس ده او النشاط ده ولازم ينجح فيه. انا بدخله من نوع من انواع محاوله. احنا ممكن مش كلنا، يعني ممكن انا اكون من الناس اللي كنت محظوظه ان اهلي كانوا في الحته دي تحديدا حريصين دايما يدخلوني في اكسبيرينسز مختلفه باشكال مختلفه، بس مش بهدف ان لازم اعمل فيها انجاز، بهدف ان انا اعرف دي هتعرفني ايه عن نفسي. طبعا لا هم كانوا واعيين ان هم بيعملوا كده، ولا انا كنت مدركه ده زمان. ده تحليلي بعد ما كبرت يعني. فانا مش بدخل عشان لازم يعمل. انا لو اكتشفت في نص السكه انه ده مش انسب حاجه ليه،
يبقى من الحكمة وتقليل الخسائر اني بصيرة. اوقف واشوف صح. اتجاه تاني، عشان برضو احنا بنتعامل مع اولادنا في اللي بنختار لهم يعملوه او يروحوا فيه بمحدودية فكر كبيرة قوي. يعني هو ده بس، ده انت الدنيا اوسع عندك من كده بكتير، يعني الموضوع واسع، اوسع مما تتخيلي، فاشمعنى ده؟ ف يعني انا عارفة ان دي ثقافة مجتمعية ومعتقدات راسخة بقالها سنين، وتغييرها مش اسهل حاجة. بس هنفضل نحاول نوعي، نقول نوطن نفسنا احنا كمان على كده، عشان احنا مش ناجحين 100% ان احنا نطبق اللي بنقوله دايما. وفي ناس بتقعد تسأل الكوتشز او الناس اللي بتتكلم في اي حاجة ليها علاقة بتطوير نفسك او الاخرين، يعني انت بقى الكلام اللي انت بتقوليه ده، انت بقى عارفة تعملي كل الكلام ده؟ لا، هو مش بالضرورة اكون 100% ماشية على الخط، ولا كل مثلا واحدة كوتش تربية ولا فاميلي منتور ولا وات، عيلتها هي احسن عيلة. انا ليا تحدياتي، بس انا ممكن اكون اقدر اساعدك في التحدي اللي عندك، بس التحدي اللي عندي انا محتاجة اتدرب على حاجات عشان اعديه. مفيش تعارض ما بين الاتنين. فاللي عنده علم بينقله، واللي يقدر يقول كلمة يمكن تنور مع حد بشكل او باخر بيقولها، لعل يكون فيها فتح طريق لحد في حاجة. آه، وهو ده اللي علينا. دي انا برضو عظمة. مش هجري ورا كل حد اتفرج على لايف عملناه ولا حضر محاضرة طبق ايه منها وفرقت معاه في ايه يعني ما بتعملي اللي عليكي، فاهماني؟ هي دي بقى اللي بتفرق يعني. الزتونة بتاعت اللايف النهاردة فكرة ان انا مش مقصرة، بس انا مش ملاحقة. لا، هو انا لا هبقى مقصرة ولا هبقى مضطرة لاحق. هو صح. انا هعمل زي ما انتي بتقولي، ان انا هشوف دوري انا ايه كمربي رقم واحد، لان ده دور اللي انا موجوده فيه في الوقت الحالي وبلعبه. وبعد شويه على فكره مش هبقى بلعبه، عشان بس نبقى اوريدي متفقين وعارفين ان ده دور موجود في الحياه لوقت معين، مش تبقي بتلعبيه. دلوقتي انتي بتاكلي، بتشربي، بتعلمي، بتقلعي، بتلبسي، بتفهمي الصح الغلط الحلال الحرام. بعد شويه الدور ده مش هيبقى موجود، كل ما عليكي غير التوجيه والنصح والدعاء. فلو انت مضغوطة دلوقتي علشان انت بتحاولي تغرزي فيه القيم والاخلاق والدين والعقيدة، ده دور هياخد بعضا من الوقت، وهتغيري فيه الستولز والاستراتيجيز والواي اللي انت دايما طول الوقت بتوجهي وتقومي علشان ما يحصلش تنافر. وانت بتتعلمي معاه على فكرة، انت بتتعلمي تكشفي ذاتك وبتطوري اصلا من دايما خلاله. مهارات. بالظبط. مم. يعني انا دايما باجي اقول اول مربي ليا رباني كان كريم. صح. اول واحد رباني كان كريم. مم. اول حد علمني ازاي ابقى بني ادمه، ازاي ابقى انسانه، ازاي اخلي بالي من نفسي عشان اعرف اخلي بالي منه، ازاي اعرف انام واشبع نوم عشان لما هصحى هبقى مش بشوف النوم، ازاي اقدر اقول لا اللي هو اوريدي عايز يسمعها بس بطريقتي انا. عارفه اللي هو ودنك منين يا جحا، هي دي التربيه. صح. نصحى بقى على شغل سوسة شوية، على حبة خباثة، على شوية تولز، على شوية بقى اختيار للكلمات. الحاجات دي اتعلمناها مش بالسوفت وير كده اللي هو خدي قولي انت هتقولي، لا. هو احنا عكينا وجربنا وقعنا ودرمغنا شوية في التراب وقمنا نفضنا كملنا. فدايما هيبقى رحلة التربية دي هي رحلة لا تنتهي، بس هي فترة ال التوجيه والتقويم وتصحيح مسار، وانك بتغرزي فسيلة مش فسيلة بقى، انت بتغرزي بني آدم هيعيش عمره كله واجيال فيما بعد بالباترن اللي انت بتحطيه فيه. فدايما الجملة الحلوة جدا اللي دايما نوها غرزها فينا: كسري الباترن دي عندك. مم. انت عايزه تعملي ايه واعمليه، فلتري. خدي معلومه كل يوم وطبقيها على نهايه السنه. 365 معلومه ب 365 طريقه. حقيقي. كسبنا ولا ما كسبنا؟ كسبنا. ولو استمرينا سنه اتنين تلاته وهكذا. فهي دي اول حاجه، ان انا مش مقصره ومش ملاحقه، انا مش مضطره لاحق. وانا فعلا محتاجه ادور على نفسي. اول حاجه اسالها هو انا محتاجه اعمل ايه عشان اكون مرتاحه ومبسوطه. والراحه مش معناه انك بترحرحي كده اللي هو انت ما فيش حاجه وراك، لا احنا ورانا. بس هي الحاجه بتتعمل ازاي وتفكيري ناحيتها ازاي. واحلى مثال انت قلتيه لما المثال بتاع العربيه والمطب، الف حمد لله على سلامتك انت الله والبنات. يخليك. هي الفكره دي ان انت اخترتي ايه، وعلى هذا الاختيار كان فيه كونسيكونس ازاي، وايه ايه بقى الهارد ليسن اللي احنا انسايت اتعلمناه برضه، منه. يس يس. بس الدرس اللي اتعلمته منه اول كلمه انت قلتيها: انا تعبانه، انا عايزه ارتاح، انا مش هسوق وانا تعبانه، مش نازله تاني. خلصت.
اللي هو لما بس بيتنططوا دلوقتي حبايبي انا ما بسوقش طالما عايزه انام، الموضوع انتهى خلاص. فانا بحب قوي في نهايه اي لقاء او اي حاجه اقولها باعتبار ان انا اساسا في الاساس مدرسه، يعني ان انا اعمل راب اب للموضوع. يعني خلينا نحط الموضوع كده في ناتشل زي ما بيقولوا. يا ريت. اللايف بتاعنا اسمه انتي مش مقصره. طب ده رأيك يا ست الكل. انا مقصرة وعاجبني، انت مالك؟ لا، انا عايزاكي توجدي الدلائل اللي بتقول انك مش مقصرة. فدوري في حياتك ايه الاتشيفمنتس، وخلينا نعرف كلمة مقصرة. المقصر هو شخص بيتعمد ما يقومش باللي عليه. فهل انت اللقطة دي موجودة في حياتك؟ ساعتها قولي على نفسك مقصر. اوكي. فانا مش مقصرة، ايه الدليل؟ ان انا ما سبتش حاجه في وسعي وما عملتهاش. فانا مستحيل اكون مقصره. لو انت بتعرفي التقصير انك ما بتوصليش للنتائج اللي انت عايزاها، فانت كده بتطلبي من نفسك حاجه ربنا ما بيطلبهاش مننا اصلا. خدي منهج لمن استطاع اليه سبيلا. الحاجة اللي قادرة تعمليها فبتعمليها، ما بتعرفيش، ما لحقتيش، خلاص الموضوع انتهى. طب مش ملاحقة دي جاية منين؟ انت مش ملاحقة ليه؟ انت اللي حاطة نفسك في البوزيشن بتاع انك مش ملاحقة، عشان انت بتجري في المكان. انت بتجري وانت ما اتحركتيش من مكان، انت عمالة تجري داخليا وفي ذهنك وفي عقلك وفي قلبك، والموضوع لا يستدعي الجري اصلا. فمش ملاحقة دي يعني انا في حاجة عايزة الحقها وخايفة تفوتني. ما تقعدي تتفرجي عليها وهي بتفوتك عادي. يعني سيبيها تفوتك صح. وبعدين نبقى نروح لها تاني صح. بكره. صح. فأكون حاضرة دايما في المومنت اللي أنا فيها، في الحالة اللي أنا فيها. أدور على الحاجة اللي بتكسبني أنا سلام نفسي وبتخليني في ستيت اوف مايند قادرة إن أنا أفانكشن من خلالها، أو إن أنا أكون قادرة أعمل الحاجات اللي ورايا، علشان خاطر انتي الأولوية الأولى. ولما تروحي لربنا هتروحي لوحدك، لا هتروحي بعيالك ولا هتروحي بجوزك ولا هتروحي بشغلك، هتروحي بعملك في الدنيا وبنفسك. ونفس والهمها فجورها وما تقواها. فانت ايه؟ قد افلح من زكاها. زكيتي نفسك قد ايه؟ خلاص هو ده اللي مطلوب. بس هروح لوحدي زي ما جيت لوحدي، انا هروح لوحدي. فبس ده التوجه في الموضوع. و... وبس. عظمة. لا، هو اليوم العالمي للصحة النفسية النهاردة انا هو مبسوطه قوي محتاج بجد يتقال بالتزامن اليوم مع ده. العالمي لعدم الضغط النفسي يعني فاهمة، لازم لازم بجد. مش عايزة أقولك أنا خرجت بوعي قد إيه فرق معايا كده. كي ووردز أنا محتاجة أفعلها بوعي. أنا حتى كتبتها والله العظيم بجد. يعني أنا كتبتها زي كلمة مثلا شطور. تو دو، الكتابة الحرة، اسجل فويس نوت وما اسمعهاش تاني حتى لو مش لاقي حد اكلمه دلوقتي. يعني في اوقات كتيره مثلا اللي هو لو جيت كلمت مثلا صاحبتي الاقيها دلوقتي في الشغل مش عارفه ترد عليا وانا عايزه اتكلم وافضفض، فاللي هو اوريدي لو عملت ده خلاص. فكره ان انا استحضر كل يوم شعور ايجابي، دي من ضمن التولز اللي موجوده في البوزيتيف سايكولوجي، انا بحبها جدا جدا. البيرما، فكره ايوه. ان انا ابقى مسؤوله عن الهابينس، يعني انا عندي في ايدي 40% وممكن يبقى عندي اكتر، اقدر اوريدي العب بيها، اعمل فيها اللي انا عايزاه، استحضر حاجات بحبها اكتر. بقى 3 كي ووردز: اسهل اداء ممكن، اسرع طريقه، ابسط امكانيات. عظمه. عظمه اللايف ده قسما بالله يتدرس في جامعات كده، اوكسفورد، حبيبتي الله هارفارد. يسعدك. ما بنحاول بس مفيش لا حاجة. والله العظيم، اللهم بارك يا رب يا رب يا رب، ينفع بيكي ويحسن ما بين ايديكي اللهم امين. ويستخدمك ولا يستبدلك يا احلى اللهم شيماء امين. وملهمة اللهم امين. العام وكل عام. الله يسعدك والله، ربنا يبارك فيكي. انا اللي سعيده قوي ان انا كنت معاكي النهارده. انت عارفه انا قد ايه بحبك وبعزك جدا على المستوى الشخصي، وبتبسط لمجرد ان انا اشوفك اساسا. فمبسوطه قوي ان انا كنت انا معاكي في مستنية اللايف بجد. بجد الكتاب يخلص لان انا هكون اول واحدة بتشتريه واول قارئة ليه واول ريفيو ليه. ان شاء الله دعواتك كده هيجي في وقته ده المناسب ان شاء الله. بقيت انا هاديه قوي على الموضوع ده. انا مش مقصره، انا مش متاخره. هو هيتكتب ان شاء الله وهيطلع وكله يبقى تمام ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء مبسوطة الله. جدا، ممتنة ليكي انا جدا، كمان. فخورة بخطواتك. انتي نعمة في حياتي وحياة كل الناس اللي حوالينا. بجد يا بختنا كلنا بيكي. حلوة الكلمة اللي قلتيها دي. ولو كل واحدة تبص لنفسها من منطلق ان هي ناعمة في حياة اللي حواليها، وان هي لو وقعت مش هتقع لوحدها زي الافلام العربي ما بتقول انا لو وقعت مش هقع لوحدي. ده حقيقي على فكرة. دي انت لو حقيقة. وقعتي مش هتقعي لوحدك، كل ما حاجة حواليكي هتقع. بالظبط، ما عشان كده انتي قلتي كلمة عظمة في اول اللايف: انا الاولوية الاولى. يس. ده حقيقي جدا. انت متخيله ان في حد طول الوقت بيتربى بقاله 20 30 40 سنه بيتقال له اولويه يعني انانيه، فانت لازم تكوني شمعه بتحترق من اجر الاخرين؟ انت نسفتي المعتقد ده وقلتي ان انا الاولويه الأولى، لمستيها
ان انا عايزه مم. افعلها. مم. بس هدعو اللي بيتابعونا في اخر اللايف ان هم يعملوا بقى الهومورك بتاعهم ويعملوا سيرش على ايه هي اعراض الاحتراق النفسي، بمناسبة ان احنا بنتكلم في اليوم العالمي للصحة النفسية. دوري يا كل واحدة ست وكل ام حاسة انك مضغوطة، قيسي ودوري كده انتي الى اي مدى عندك اعراض من اعراض الاحتراق النفسي، والحقي نفسك. بس. تستحق. احلى لايف بجد، بحبك قوي، شكراً. هستنى اشوفك يوم التلات واخد حضن كبير قد الدنيا. الله ان شاء الله، ونتصور السيلفي الحلو بتاعك. ايوه ايوه ايوه، عشان انا بحبكم قوي. انا بموت فيك يا حبيبي، ربنا يسعدك، شكرا ربنا ليكي. ينفع بيكي يا رب ويستخدمك شكرا ولا ليكي يستبدلك، مستمعين. ودايما اسمع عنك كل خير، ودايما اشوفك سعيده ومبسوطه ومنطلقه ومحققه حبيبي. كل اللي نفسك فيه. الله يكرمك يا روح، تسلمي لي يا حبيبتي، جزاك الله تسلمي خير، يا حبيبي. شكرا في شكرا. امان الله باي ورعايته. باي، مع السلامة يا حبيبتي. باي.